لا يتنازل للنائب مرزوق الغانم. تفضل. شكرا لأخ الرئيس، والشكر موصول للأخ الفاضل أحمد لاري على تنازله ويحتفظ بدوري. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الأخ الرئيس، باسم الأمة أنعي المرحوم سمير سعيد الذي وافته المنية يوم أمس، وهو فقيد الأمة ليس فقيد الرياضيين. وسمير سعيد الأخ الرئيس لم يكن رمزا رياضيا فحسب، بل كان رمزا وطنيا. سمير سعيد الأخ الرئيس لا يختزل تاريخه بأن صد 3 ضربات جزاء في نهائي العربي والقادسية، ولا لأن حارس أخذ أفضل حارس مرمى بآسيا. سمير سعيد أكبر من ذلك بكثير، ورد اليوم على الخطاب الأميري بكل ما جاء فيه من نقاط هو من خلال قصة سمير. حياة سمير سعيد قصة، ووفاة المرحوم سمير سعيد أيضا قصة. الأخ الرئيس، إذا أتينا لنتحدث عن الوحدة الوطنية وهي أحد محاور النطق السامي والخطاب الأميري، فلا يسعني إلا أن أذكر المرحوم سمير سعيد. المرحوم لكل من يعرفه جيدا كان يجمع ولا يفرق، ومن يزور ديوانه العامر مساء كل يوم سبت يجد كل الكويتيين من جميع أطياف المجتمع الكويتي متواجدين. سمير سعيد مثال للكويتي المخلص الأصيل في ظل أوضاع تتقطع فيها أوصال المجتمع الكويتي بسبب مزايدات من هنا وهناك وتكسبات انتخابية من بعض الأطراف. الأخ الرئيس، الوقت قصير حقيقة حتى نسرد سيرة المرحوم سمير سعيد، ولكن أيضا إذا جينا نتكلم عن الجانب الاقتصادي فسمير سعيد مثل وقدوة للشباب الكويتي. حكومة دولة الكويت في كل خططها التنموية وفي كل المناسبات ترفع شعارات تفعيل القطاع الخاص وتوسيع دوره ودفع القوى العاملة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، بينما الأرقام واللي سردتها أنا في مداخلات سابقة تثبت بأن الحاصل هو العكس، الحاصل هو هجرة عكسية من القطاع الخاص إلى القطاع العام. سمير سعيد المرحوم سمير سعيد كان مثال للشاب الكويتي الشجاع الناجح، شخص عصامي اتجه إلى القطاع الخاص وكون مع شقيقه وزميله وشريكه الأخ يوسف ندوم أحد الشركات التي كبرت لتصبح في مصاف الشركات العالمية. فهو مثل لكل أبناء الشعب الكويتي ليس فقط في الرياضة ولكن أيضا في الاقتصاد، في ظل وضع اقتصادي محترئ، في ظل وضع احنا كمجلس أمة أيضا نساهم فيه. تدري ليش أخ الرئيس؟ لأن احنا كمجلس الأمة نعمل من أجل الانتخابات القادمة ولا نعمل من أجل الأجيال القادمة. لذلك وصلنا إلى مرحلة وصل فيها الباب الأول إلى ما يفوق 9.2 بليون، 9.2 مليار دينار فقط بالباب الأول دون احتساب بعض الكوادر والزيادات الأخرى. الأخ الرئيس، لا قانون البي او تي ولا قانون الخصخصة ولا قانون تخصيص محطات الكهرباء تمت. ونقول حق الشباب الكويتي روح للقطاع الخاص وبعدين نيجي نسرحهم. سمير سعيد كان مثل وكان قدوة، ذهب إلى القطاع الخاص وكافح وقاتل حتى نجح. الأخ الرئيس، كل المحاور اللي يمكن أن تكون موجودة في الخطاب الأميري تتجسد في الرمز الوطني سمير سعيد. إذا أتينا إلى الأسرة لنتحدث عن الأسرة وهي أهم مكونات المجتمع الكويتي، المرحوم سمير سعيد كان مثال في الاهتمام بأبنائه وقربه منهم، رباهم أحسن تربية وعلمهم أحسن تعليم. وأنا أقول لأبنائه اللي فقدوا والدهم في سن مبكرة، أقول لبناته روان وريان ولابنه الصغير ذو ال6 أعوام علي، إن إذا كنتم تيتمتم في سن مبكرة فكل محبين سمير سعيد هم آبائكم، ومحبين سمير سعيد هم كل أبناء الشعب الكويتي وكل أطيافه. احنا مثال سمير سعيد في تماسكه مع أسرته وفي اهتمامه وتربيته بأسرته في ظل دولة ما عندنا حتى قانون يحمي الأسرة ويحمي الأطفال من الأذى اللي تعرضون له. الأخ الرئيس، إذا جينا نتكلم عن الإصلاح الرياضي، لقد فقدت الأسرة الرياضية فارس من فرسان الإصلاح الرياضي، بل إن دوره كان يفوق أدوار بعض أعضاء مجلس الأمة. وأنا أتمنى أن تعرض بعض اللقطات القصيرة من أحد ندواته، أرجو أن تعرضها الأخ محمد. صوت. هذا الوضع اللي حصل أن مجلس الأمة قرر بالإصلاح
بالأرض فسادا قرر حتى صاحب السمو لما كان رئيس مجلس الوزراء تدخل لإصلاح هذا الفساد. تفضل تفضل. 5 دقائق. كمل العرض لو سمحت. أنا أقول لك إياه، أنا في يوم من الأيام قررت إني أرشح نفسي اتحاد كرة القدم، وعرفت إني لو أرشح نفسي راح أسقط. ما رشح. لا أنا رحت رحت دقيت على أحد أندية تكتل، 1 2 3 4، كل ما قلت قول والله إحنا شورنا أنت تعرف شو يتقرر. والله قال لي شورنا مو مثل يقول. ريال خريج اقتصاد واللي عندي خبره في كره القدم 30 سنه، وعملت اداري في نادي العرب، وانا نائب رئيس ولي خبره اقتصاديه وتجاريه وكل شيء، وانا ودي ارشح نفسي في اتحاد كره القدم. قال لي والله احنا ما نختار خبرتك هذه كلها، احنا يبغى نقعد ونتفق ونختار. اخوي سمير مساعي يقول انا بغيت اترشح اتحاد القدم عضو، ودقيت على شخص قال لي تعرف الطريقه. انا اقول يا سمير يعلم الله اني احترمك واقدر تاريخك وخبراتك هذه كلها اللي فيها، انا اقول اولى انك تكون رئيس نادي العربي، انت ما تقدر الحين تصير رئيس نادي العربي. اشتري بعضو اتحاد كرة القدم، امسك هالمؤسسه النادي العملاق، النادي العربي، انت ما تقدر في ظل كل الامكانيات اللي عندك ما تقدر تصير رئيس النادي العربي. عدل يا سمير ولا لا؟ ما يقول لو ابي اصير من باكر. الاخ الرئيس انا اشهد انه لو يبي يصير من باكر، انا اشهد ان سمير سعيد لو اراد اي منصب رياضي في الكويت كان عطوه اياه، لكن سمير سعيد مثال لمن تمسك بمبادئه، سمير سعيد مثال لمن تمسك بقيمه، سمير سعيد مثال لمن رفض ان يكون ولاءه لافراد وابى الا ان يكون ولاءه للكويت والكويتيين. هذا سمير سعيد. سمير سعيد رفع علم الكويت بالصين ودولة الكويت محتلة، بينما الآن بعض أبناء الشعب الكويتي حرموا الكويت من رفع علمها بالصين وهم يحظون بأعلى المناصب الرياضية. جمعوا كل الأصوات لشخوصهم، جمعوا كل الدول لشخوصهم حتى يحوزوا على أعلى المناصب الرياضية، لكن لما يجي للبلد لا، أنا أدوس على البلد في مقابل أني أحصل مكاسب السياسية. لذلك فقدت الأسرة الرياضية وفقدت أسرة الإصلاح الرياضي أحد أهم فرسانها. الأخ الرئيس أيضا ممات المرحوم سمير سعيد قصة. سمير سعيد لعب متعور، لعب مصاب، ويعرف كل الرياضيين حتى يحرس عرين مرمى منتخب الكويت، ولما تعور قصرنا في علاجه. الأخ الرئيس لما حصل حادث الدهس، ويروي لي شقيقه وصديقه الأخ مهدي ندوم انحذف 25 متر في البر، وحتى تصل الأسعاف استغرقت أكثر من 35 دقيقة حتى تصل الأسعاف إلى سمير سعيد، ولما يحطون له جهاز الأكسجين طلع خربان، ولما يحطون له جهاز شفط الدم من الرئة لأنه كان مصاب بنزيف داخلي بالرئة، طلع الجهاز خربان في دولة مثل الكويت، واستغرق وصوله إلى المستشفى ما يزيد عن 35 دقيقة ثانية. حتى البروفيسور البريطاني اللي وصل إلى الكويت يقول تواس تو ليت، لو إنه واصل قبل نص ساعة كان الأمر يكون مختلف. أنا ما أتكلم فقط عن سمير سعيد، سمير سعيد رمز ومشهور، ووفاته كانت جرح في قلوب كل الكويتيين. أنا أتكلم عن إحصائيات موجودة في الكويت. بعام 2010 كان في هناك 374 حالة وفاة من حوادث الدهس والطرق، ارتفعت في 2011 إلى 492 بزيادة 32%. هل يعقل أن يحصل هذا الأمر في دولة الكويت؟ من العدان إلى نويصيب ما في أي مركز طبي للإسعاف، ما في أي مستشفى، ما نبي مستشفى، مركز مجهز للإسعاف، مسعفين يعرفون شلون يسعفون الناس. هذه قصة كم سمير سعيد نحتاج يموت حتى نعرف قيمة هذا الأمر؟ كم سمير سعيد؟ كل ال 374 أسرة في 2010 وال 492 أسرة يعانون. أيضا الأخ الرئيس سمير سعيد برز تحت أضواء الملاعب الكويتية، ولما توفى زميله وشقيقه مهدي ندوم قام يدوره بليت التليفون بسبب عدم وجود إنارة في الشوارع. هل يعقل أن يحصل هذا الأمر في الكويت؟ هذا حصل ليس فقط لسمير سعيد ولكن للكثير من أبناء الشعب الكويتي.
اليوم الشعب الكويتي كله مجروح، وسلطت الأضواء على هذا الأمر، لكن لازم يموت مشهور ومعروف ومحبوب من جميع أبناء الشعب الكويتي. هذه حالة مأساوية. قصة سمير سعيد في حياته، قصة سمير سعيد في مماته. شكرا الأخ مرزوق، شكرا. تفضل. شكرا الأخ الرئيس. الأخ الرئيس، أختم بأن أقول اللهم ارحم سمير سعيد رحمة واسعة وتغمده برحمتك وجميع أموات المسلمين. اللهم ارحمه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم نور له قبره ووسع مدخله وآنس وحشته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. إنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الأخ مرزوق. النائب أحمد لاري، تفضل. بسم الله